وجم واتهموا قالوا ان في اكتر من 30,000 شاب وفتاه في مصر وامراه ورجل يعني بيتعاملوا عبر الانترنت، وكانوا قالوا انه في $750 بيدفعوا، واتهموا قالوا ان هناك في درجه من درجات النصب. بمجرد ما خلصنا الحلقه الاسبوع اللي فات انهالت علينا التليفونات، لقينا نماذج محترمه جدا، ولاد زي الفل وستات زي الفل، وناس كتير جدا اتكلموا قالوا الكلام ده مش صحيح ولا عمليات نصب ولا حاجه، هي نوع من انواع التجاره الالكترونيه اللي هي لسه جديده على مفهوم الناس في مصر. عملا بحق الرد، لان كان في كلام حوالين ان المساله نصب وحرام، استضفنا 2 من المسوقين عبر شبكه الانترنت يقولوا لنا وجهه النظر الثانيه ان الكلام ده مش نصب والكلام ده مش حرام. يشرفني يكون معايا ومعاكم الاستاذ محمد الجندي مسوق عبر الانترنت، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كمان الاستاذ محمد علام مسوق ايضا عبر الانترنت، اهلا وسهلا. ردكم على الكلام اللي اتقال ايه الاسبوع اللي فات؟ طيب في الاول احب اوضح بس احنا جايين نوضح الصوره الصحيحه للنتورك ماركتنج او التسويق الشبكي. مش جايين نتكلم على شركه بعينها او حاجه بعينها. بس في الاول لازم نبقى عارفين، احب اوضح ايه الفرق ما بين التسويق الهرمي والتسويق الشبكي. التسويق الهرمي طبعا ما بيبقاش فيه منتجات لها قيمه او ما بقاش فيه منتجات اصلا، وبلس ان زائد ان التسويق الهرمي بيبقى الناس اللي بتخش الاول او الناس اللي بتبتدي الاول هي اللي بيبقى ليها الفرصه ان هي تكسب على طول. نقول برضو التسويق الهرمي انه واحد بيجيب مجموعه والمجموعه دي بتجيب مجموعه، كل واحد بيجيب مجموعه، فبتبقى شبكه كبيره جدا جدا، ده التسويق الهرمي. بيبقى على الاشخاص. اما التسويق الشبكي فهي شركات بتبقى منتجات ليها قيمه وليها فايده كبيره وبتهم والناس بتقدر تستفاد منها وبتمثل اصول عند الناس. طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين ان بيبقى فيها تكافؤ فرص. يعني هو الموضوع بيبقى مبني على المجهود مش مبني على اللي يجي الاول. اوكي طيب طبعا انا حابب اوضح ان في التسويق الشبكي ما بيبقاش الموضوع زي ما ناس كتير فاهمه ان هو على الاشخاص، ولكن بيبقى على المنتجات، وكل منتج حسب هو المنتج دوت يعني قيمته ايه، بيديك نقاط قد ايه وهكذا. طيب عايزين نتكلم في شويه اسس علميه محطوطه، من اهمها ان هل اي شركه هل تتاكد ان هي عدت ال5 سنوات ولا لا؟ لان طبعا لو عدت 5 سنوات يبقى يعتبر ان هي شركه قويه جدا. الحاجه الثانيه اللي هي عندها منتج حقيقي ولا ما عندهاش منتج حقيقي وملموس، ان هي بتعدد في المنتجات بتاعتها وبتطور في المنتجات بتاعتها ولا لا، ان هي بتطور من نفسها وبتطور من منتجاتها، ان هل هي عندها برامج تدريبيه وتعليميه تقدر تفيد بيها نفسك وتقدر تتطور وتقدر انك انت تستفيد وتحقق حاجات كتير. وايه الاسماء اللي الشركات ديت بتعمل شراكات معاها وبتدي مصداقيتها ازاي؟ ده انت كده عايز تقول ان انتوا بتتعاملوا مع هذه الشركات المحترمه اللي ليها اسم وليها خبره اكتر من 5 سنين وعندها منتجات حقيقيه. بالظبط. طيب في اي ردود تاني؟ لان المره اللي فاتت كانوا قالوا ان المساله لا ده ما فيش منتجات، وان المساله فلوس مصر بتخرج والمساله حرام وكده. في برضو اي ردود حوالين ده؟ طيب انا خليني بس اكد كلامي. لا، المنتج ما دام فيه منتج حقيقي زي ما اتفقنا. المنتج الحقيقي هو ايه؟ المنتج اللي فيه حاجه للسوق عنده. تمام. فانا قصدي حضرتك مثلا قبل ما اتكلم على فرصه الدخل او فرصه الربح، تمام، هل انت محتاج المنتج ده؟ اذا فالمنتج ده منتج حقيقي، لو جه عليه الاوفر ده يبقى كده اصبح ده تسويق شبكي. لكن لو الاوفر بس موجود من غير منتج او منتج ملوش قيمه فانت بتخش عشان بس تكسب فلوس او كذا، يبقى كده الشكل ده تسويق هرمي. طيب نتكلم على الجزء بتاع الاقتصاد واللي حصل فيه كلام كتير جدا. رقم واحد، الناس بتبدا تخلط دايما ان اي بزنس يتعمل داخل مصر لحاجه مستورده، حاجه جايه من مصر، تمام، يبقى ده بيطلع فلوس البلد بره. طبعا احنا عندنا في مصر امثله كتيره جدا وبزنسز كتيره جدا شغاله، ولكن ما حدش بيقول حاجه زي كده. طب تعالى نقارن ونحط ده في الشكل بتاعه. رقم واحد، المنتج لما بيخش البلد بيدفع عليه جمارك وضرايب وضرايب مبيعات زيه زي اي منتج بيخش عبر الانترنت. رقم اتنين، لو جينا بصينا على شكل الصناعه نفسها، هي بتفيد مين حواليها؟ بتفيد الناس ان هي ممكن تدخل لها دخل اضافي عن طريق تسويق او عن طريق ترويج المنتج ده. الاهم من كده وكده، لو جينا مسكنا شكل الشركات دي ونقارنه باي شركه ثانيه بتشتغل في العادي، شركه بتستورد منتج من بره، تمام، هنلاقي ايه بالظبط؟ ان اي شركه مثلا بتصنع تلفزيون مثلا مستورد من بره،
حوالي 20% من مبيعاتها وارباحها بتخش البلد، و80 او 70% بيطلعوا بره البلد لصالح الشركه اللي انتجت وابتكرت وصنعت. صح كده؟ نقارن ده بقى بالتسويق الشبكي، هتلاقي دايما بيسيبوا داخل البلد 40 او 50% وبيطلع 50%. اذا فممكن يكون احسن كمان من صناعات كتيره موجوده. بس الاحسن ان انت يبقى المنتج كله مصري. يعني دايما بيقول لك ان انت النضاره اللي انت لابسها دي لو هتجيب نضاره مصريه ده كويس، انت بتشغل حد مصري. تمام. لو جبت النضاره دي من الخارج من كوريا او من الصين معناه ان انت بتحط فرصه عمل لصيني. تمام. ولكن خلينا نتفق مع بعض ان فرص العمل اللي قايمه على منتجات من بره هي حاليا اللي مشغله البلد. يمكن مع الوقت ومع تقدم ومع الثوره ومع الكلام ده كله نقدر عن طريق التسويق الشبكي. على فكره بمناسبه الكلام، في النهارده ناس مصريين خدوا الفكره ويطبقوها من جوه مصر. كويس. فاصبح النهارده الفكره الناس بتقتنع بيها وتقول والله دي فكره فعلا كويسه، ليه ما طبقهاش مصر؟ وده اللي احنا عايزينه، ان الصناعه تبدا تكبر وتبدا تاخد شكل بروفيشنال، شكل احترافي، ويبدا الناس تطبقها وتفهم الصح من الغلط زي ما احنا جايين نتكلم النهارده. انتوا بقى كمسوقين، خلينا كمان اقول للناس اللي في اخواتنا في الارياف وفي المحافظات، نقول لهم مندوب مبيعات يعني. لا معلش التسويق انت بتقوم بدور المسوق على الانترنت اللي هو احيانا بيروح له بشكل بسيط مندوب مبيعات. هو بس انا عايز بس اوضح النقطه ديت، لان مندوب المبيعات بيبقى بيبيع حاجه، لكن انت بتروج، بتعمل دعايه شفهيه. عمليه يعني في التسويق الشبكي او النتورك ماركتنج، انت بتروج. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم مع حد فهو بيروح يعمل العمليه مع الشركه ذات نفسها. الفرق بينها وبين مندوب المبيعات؟ الفرق ما بينها ان مندوب المبيعات هو ذات نفسه بيبيع لك، عمليه البيع بتتم ما بينك وما بين مندوب المبيعات. لكن انت بس بتتكلم مع حد فهو بيروح عن طريق الشركه ان هو بيتعامل معاها دايركت، مش او مباشره، لكن مش بيتعامل معاك انت شخصيا. اوكي، فهو بيتعامل مع الشركه. فدي نقطه فيها فرق كبير، ان في فرق كبير ما بين انا ببيع حاجه وانا بروج لحاجه او بسوق. قولوا لي بقى اللي انتوا بتتعاملوا مع اللي انتوا بتسوقوا انتوا الاثنين، ايه نوعيه المنتجات؟ مش هقول اسماء الشركات، انما ايه نوعيه المنتجات عشان نعرف هل هذه المنتجات ليها قيمه ولا ملهاش قيمه؟ تمام. بالتالي احنا لو اتكلمنا على الشركات الكبيره، فهي ما فيش شركه بتكبر وبتعدي اعمار الا لو كان في عندها منتجات حقيقيه. بس طبعا عشان وقت البرنامج مش هقدر ان انا اتكلم. قول لي زي ايه قول له المنتج اللي انت بتتكلم عنه ايه بقى؟ طبعا في منتجات كتيره بتعرضها شركات كتير، ومن اقوى الشركات اللي بتعرض منتجات بتعرض منتجات ليها زي اسيتس او اصول. اوكي، بيبقى يعني المنتجات دي الفكره فيها انك انت لما بتشتريها المنتجات دي بتبتدي بتعيش معاك وبتدي اسعارها تغلى. يعني مثلا ذهب، هل فضه مثلا، هل الماظ مثلا، يعني مش عارف ايه. دي الحاجات اللي في عقليه المصريين، هي دي هي دي اللي ليها اصول يعني. طبعا ده موجود طبعا في معظم في شركات بتتعامل في المجال ده وبيفهموا يعني ايه كلمه اصول. طبعا ده موجود. وفي كل حاجه يا فندم، المجال مفتوح. في ناس بتوصل اصل اتقال لي على 3-4 حاجات، البرفم والساعات. بيرفيوم اكيد في شركات. ما حضرتك بتتكلم لو بتتكلم عن شركه، هل هو بيرفيوم وساعات بس ولا في حاجات تانية؟ يا فندم ده كل المنتجات اللي ممكن تتخيلها. ممكن تلفزيونات، ممكن ثلاجات، بتوصل ساعات لاقلام يعني كل حاجه. لان حسب، في شركات بتقول انا عايز اتعامل وحاجات سياحيه نروح نقضي زي تايم شير مثلا. كل المنتجات ده جميع لو بنتكلم على مستوى جميع الشركات، كل المنتجات اللي قولوا لي مثلا، قولوا لي انتوا الاثنين مثلا، يعني زي قولوا لي ايه المنتج اللي انتوا ممكن تشتغلوا فيه مثلا يعني بتعملوا. ممكن الحاجات السياحيه ديت بتعلي اقتصاد البلد وبتدخل دخل كبير للبلد. ولما يعني انت بتتكلم على اساس انت تجيب سائح لمصر، ولا ان انت تاخد مصريين توديهم للخارج؟ لا، العكس، اجيب سائح من بره اخليه يبقى هنا، لان كل انا معلوماتي ان كان العكس. كان العكس. كان العكس. انما انت دلوقتي بتعمل طريق انت بتجيب المعلومات. يعني قبل ما نيجي نصحح المعلومات، فالمعلومات دلوقتي ان احنا دلوقتي بننشط مجال للسياحه، بنفتح مجالات زي ما قال محمد علام، ان احنا لما نبتدي نكبر في الصناعه ديت هتبتدي مجالات كتير قوي تفتح لنا. هتبتدي مجالات السياحه، هيبتدي المنتج المصري يبتدي يخش عندنا ويتباع زي ما شركات كبيره جدا بتنوي ان هي تعمل كده. يعني هتبقى عندنا مصانع مثلا، تبقى في شركات مصريه هي اللي عندها مصانع وعندها مزارع بتنتج. اكيد لو احنا فضلنا انما لحد دلوقتي لسه ده ما فيش. لا بقى انا سمعت شخصيا ان في شركات مصريه. خلينا نتكلم دلوقتي. هل دلوقتي في مصانع او مزارع في عندنا انتاج بنعمل له عمليه تسويق بالشكل ده؟ عن شركات بدات، ولكن ما شفتش لسه المنتج حقيقي. لسه ما شفناش المنتج، لكن سمعت انهم بداوا ينشئوها وبداوا في العمليات دي. فكرة انه حرام، لانه وظيفة المال في الاسلام او في اي دين ان هو يشتغل ويشغل ناس ويفتح ابواب رزق جديدة،
ويبقى مش عمليه المال التجاره في المال نفسه يعني. طيب. في انه حلال وحرام. طيب خلينا نتكلم عن النقطه ديت. الفتوى اصدرت لاكبر شركه بتتعامل في المجال دوت، وهي موجوده في مصر والاسرع نمو في العالم، بكل تفاصيل الشركه، وكانت الفتوى في 3 ورقات مفصله فيها بتقول إيه كل بقى؟ حاجه. نص الفتوى موجود يعني في كل حته، والفتوى حلال. حلو. هم ليه اللي جم الاسبوع اللي فات حصل- قالوا انه أوكي. المساله طيب خليني اكمل. تم استخدام الفتوى من قبل شركات اخرى بتتعامل بانظمه اخرى منافسة. يعني انظمه اخرى وحاجات تانية، فدوت عمل تشتيت للراي العام. فدار الافتاء شاكرين خدوا يعني خدوا الموضوع على عاتقهم، وقاموا بدراسه جميع الانظمه والشركات اللي اصدرت اللي بتشتغل في المجال ده. بالظبط. وهيصدروا فتوى اخرى تتضمن جميع هيصدروا الشركات وجميع بالظبط هيصدروا استاذ فتوى. محمد الجندي ثانيه واحده. تمام. يعني احنا حتى هذه اللحظه موجود عندنا الفتوى القديمه، لان اللي راح طلب السؤال من اداره الفتوى كان بيتكلم على شركات مختلفه. بالظبط. انما حتى هذه اللحظه اللي موجود عند الراي العام ان ده مش حلال. لا اوكي. الشركه، انا زي ما بقول لحضرتك، دار الفتوى او دار الافتاء نزلت فتوى باسم الشركه، وفي شركه كبيره جدا نزلت فتوى باسمها وكانت الفتوى حلال. اوكي. بس تم دراسه جميع بس السعوديه قالوا انه الأنظمة. حرام، وفي بعض اساتذه الفقه في مصر الدكتوره عبله الكحلاوي قالت انه اوكي. ده حرام. طيب احنا مش عايزين نخش في يعني في الحاجات اللي بالظبط، يعني كل حاجه حرام ليه وهكذا، ولكن لان في يعني نقط كتير قوي، ولكن احنا خلينا نتكلم على دار الافتاء، ان هم بيدرسوا الموضوع دلوقتي، لان لما انا تظهر كذا نوع وكذا حاجه، فمحتاجه من دار الافتاء انك انت. استاذ محمد الجندي، لحد اللحظه دي تمام. انت بتقولي ان في فتوى هتصدر، عرفت تمام. الكلام ده ازاي؟ اوكي. طبعا من دار الافتاء ان في ان هم بيدرسوا علشان ينزلوا كل فتوى تكون لما بجميع الشركات وجميع طب الانظمه. ما هو ممكن يجي بعد ما يدرس يقول لك ان ده حرام يعني. طبعا زي ما اتفقنا، ده اللي حصل ايه، ان كانت الشركات بالذات اكبر شركه اللي هو كان بيتكلم عليها دي كانت واخده فتوى ان هي حلال، ولكن زي ما اتفقنا ان بدات شركات تانية بانظمه ممكن تكون بتضر باقتصاد البلد، فبداوا عشان يقللوا ان حد ياخد الفتوى دي ويطبق نفسه على انه هو شبه نظام الشركه دي، فبدا يقول لك لا انا هعمل لكل نظام اقول ده حرام او ده حلال، وفي النهايه كل شركه بقى كل واحد بيتعامل مع شركه يقول دي صح. بالاعتبار بالشكل ده المستهلك او اللي انت بتروج له او اللي انت بتسوق له هيبقى متلخبط ما بين الشركه بتاعت الحلال والحرام. النقطه الثانيه اللي معلش اتقالت بعد اذن حضرتك، مع الاخذ في الاعتبار ان الترويج دوت ممكن يبقى عامل زي مهنه الدكتور ممكن يكون بيشتغل بيعالج ناس ربنا يبارك له، وممكن يكون بيسرق اعضاء. اوكي. كل الكلام دوت يعني بيتاخد في الاعتبار، زائد ان كل واحد بيحط نظام شركه او كده محتاجه دراسه، فكانت الحاجه ان هم ينزلوا فتوى تلم كل الانظمه اللي موجوده. زائد النهارده نظام التسويق الشبكي بيعتمد على انك انت مش ملزم او مطالب انك انت ممكن تسمع الموضوع دوت، ممكن ما تعملش اي حاجه، وممكن انك انت تشترك في الشركه، وممكن انك انت تشتري من الشركه، والموضوع مفتوح، محدش بيجبرك او حد بيلزمك. ما هو في انك انت كل حاجه في تعمل الدنيا اسمعني بس، كل حاجه في الدنيا حلال وحرام، محدش بيجبرك انت تعمل حلال او الحرام. لا، لما ولكن احيانا انت تزين الحرام، واحيانا الناس تسوي الحلال. نعم. بس مش دي القضيه. انا دي حاجه فرديه، يبقى هي حاجه فرديه بالظبط. انما برضو قيل اتفضل. يعني حتى تصدر الفتوى انها حلال، انا عايز اقول هنا في البرنامج، انا مش وظيفتي ولا اقول ده حلال ولا ده حرام، انما عندي سؤالين في الاخر. اوكي. ولكن خلينا نقول حاجه بس، ان الفتوى كانت مصدره ان هي حلال، ولكن ما هو دي احنا قلناها، دي قلناها يا استاذ محمد. انا عايز بس اوضح النقطه ديت. طيب ما احنا دي قلناها 3 4 مرات. انا بس عايز اقول ان الدول المتقدمه زي فرنسا والنرويج وكندا مانعين المساله دي. طيب تمام. وان المساله دي بتروح لبعض الدول اللي هي في طريقها للنمو، مش عايز اقول الناميه وكده. طب خليني ارد على الحته دي. اتفضل. رقم واحد، في شركات
من الشركات الكبيره جدا حاليا موجوده فين، وممكن اذكر دلوقتي الاسامي. اتفضل. رقم واحد موجوده ممكن في انجلترا، موجوده في دول زي سنغافوره. سنغافوره من دول العالم المتقدمه طبعا. تركيا من الدول المتقدمه، وحاليا في شركات بتملك هناك يعني زي مكاتب تعامل وهكذا. فبنتكلم ان الشركات عموما اللي بتتابع النظام ده بتفتح في دول متقدمه عادي جدا. ولكن خلينا ناخد في الاعتبار ان لو الشركه بدات في مكان قريب، مثلا النهارده بدات من مصر، لو قلنا شركه مصريه بدات من مصر، بدات تكبر من مصر لتونس، لان هي بتتعامل عن طريق الدعايه مش عن طريق اعلان في التلفزيون انشره. صح كده؟ ففي النهايه مش هينفع تلوم الشركه ان هي بتكبر في دول جنبها. واحد مصري فتح مطعم وده يبقى في مطعم. عايز تقول ايه يعني؟ انا عايز اقول ان هي بتبدا إن حسب بدات فين الشركه. لو الشركه بدات في دول الناميه هتلاقيها بتكبر في الدول الناميه، الشركه بدات في دول متقدمه هتلاقيها بتكبر حوالين الدول المتقدمه، لان هي مبنيه على الدعايه الشخصيه. سؤالي الاخير لان وقت خلص. اتفضل. مش شايفين اي حد من اللي بيشوفنا دلوقتي يقول لك مش دي ممكن تبقى بتعلم الشباب اللي زي الفل، انتوا في مقتبل اعماركم ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم، يعني ان انتوا ممكن تشتغلوا حاجات تانية وان يبقى في مجال اكتر للانتاج، وان ده ممكن يعلم الكسل المهني والكسل الجسدي، ان انا قاعد قدام الكمبيوتر قاعد اشتغل المساله دي، رغم ان هناك في ابواب كتيره جدا للعمل محتاجاكم اكتر من دي. تمام. طيب خلينا نقول حاجه في نص دقيقه وانت في نص دقيقه. طبعا. اوكي. طيب خلينا اقول حاجه، ان طبعا دوت المفهوم الخاطئ عن النتورك ماركتنج، عن التسويق الشبكي، ان انا ممكن اقعد في البيت وما اعملش اي حاجه واقعد قدام الكمبيوتر. دوت طبعا مش هو ده. احنا عندنا على قد الوقت وعلى قد المجهود بتاعك انت بتقدر انك انت على قد ما اتعلمت وعلى قد ما اتكلمت انت بتقدر انك انت تزود دخلك. ولكن لو انت قعدت بس كده هوت، يبقى انت جاست اي واحد بيشتري منتج، المنتج دوت هو بيستفيد بيه وخلاص. زائد ان النهارده احنا كمصريين قدرنا ان احنا ننجح في ده، وقدرنا ان احنا نكبر في ده، وقدرنا ان احنا نخلق فرص عمل جديده للشباب والكبار وجميع الاعمار موجوده في النتورك ماركتنج دوت. مش بس شاب او مش بس سيده او مش، ده جميع مختلف الاعمار والمهن، وانك انت ممكن تعمل الشغل ده او ممكن تعمل الترويج دوت او الدعايه ديت جنب شغلك، او ما ده لا يعني انك انت لا تنتج ولا اي حاجه. طيب اذا انت عايز تقول ان في مجال جديد يمكن داخل مصر جديد، هو التجاره عبر الانترنت، وده ممكن تبقى وظيفه زيها، وفي ناس دلوقتي في دول كثيره جدا في العالم ما بتروحش شغلها، انما شغاله في البنوك في حتت بتقعد تشتغل من على الكمبيوتر من البيت. حضرتك اتفضل في نص دقيقه. تمام. انا بس كل اللي عايز اقوله، مش عايزين يا جماعه نصور النهارده في بلد فيها بطاله بالشكل ده ان احنا نقول والله ان ده بيخلي الناس تسيب شغلها تعمل ده. بالعكس انا شايف ان هو بيفتح مجال تاني للناس ان هي تشتغل. وانا نفترض النهارده ان في حد حب ان هو يعمل الشغل ده ويتفرغ له، صح كده؟ يبقى النهارده ساب مكانه لحد تاني متخرج من جامعه او كذا يبدا يعمل الشغل ده، وهو مش حابب يعني يشتغل في مجال التسويق عبر الانترنت. بس كده. استاذ محمد الجندي، الاستاذ محمد علام، المسوقان عبر شبكه الانترنت. انا الحقيقه استمعنا الاسبوع اللي فات لوجهه نظر، وجبنا حضراتكم الاسبوع ده وجهه نظر تانية في المساله، وسوف يظل لو في اي حد تاني سنترك الموضوع بعد كده للخبراء والمتخصصين خاصه في الاقتصاد. لو حب اي حد يدلب وجهه نظره، احنا عرضنا وجهتين النظر، احنا كبرنامج او قناه احنا ولا مع ده ولا ضد ده، احنا عرضنا وجهات النظر، لكل وجهه نظر وجهتها. اتمنى ان الموضوع يكون اتقفل عند المساله دي. الفقره اللي جايه ان شاء الله بنتكلم حوالين الانتاج في مصر ومشاكل المنتجين اللي حصل، ان الناس عملت الثوره، وهذا هو الجهاد الاصغر. الجهاد الاكبر ان احنا ننتج، ولكن عشان نمارس الجهاد الاكبر هناك مشاكل كتيره جدا بتواجه المنتجين، تعالوا نشوفها علشان لو حليناها نبقى